السلام عليكم. صبحنا اليوم على رفع أسعار المحروقات، بنزين ومازوت وغاز، وهاي السوالف الأساسية بالنسبة للمواطن السوري اللي ملتعن أبو أبوه. وبيقول لك شو ارتفاع سعر برميل النفط العالمي. يا أخي ما اختلفناش، صحيح في تضخم وفي ارتفاع بالنسبة لأسعار البراميل بالنسبة للعالم بسبب مضيق هرمز اللي دوشونا فيه، ولكن شو بده يساوي الموظف؟ شو بده يساوي العامل العادي؟ شو بده يساوي الناس التعبانة بسوريا؟ يعني والله العظيم شيء يخليها لله. الله يجبر على الناس، الله يجبر. يعني أعطيني مستوى دخل مرتفع ومحترم، وبعدين ارفع لي أسعار المازوت والمحروقات وكذا، ما عادش تفرق معه المواطن بالسوالف هاي. أما إنه مش ملاقي حق الخبزات، هسه رفع المازوت ورفع البنزين وهالمسائل هي راح يرفع كل شيء. يعني بترتفع الخبزات، اهم شيء الخبز الناس اللي بدها تاكلها. اوكي يا عمي بقول لك انا ما معيش اكل خبز، ما بديش اكل زعتر وزيت، بدي اكل خبز بس. اعطيني دخل فرد عالي وبعدين ارفع بما يناسب السعر العالمي لبرميل النفط. احنا دولة نفطية وكي يا عمي، وهاي رجعناها اللي كانوا مع قسد وغيره. يلا ضخوا لها الناس يا اخي، ضخوا لها الناس، خلي الناس تتنشوش شوية قبل ما في. لا تقول لي رفع سعر النفط بسبب انه والله برميل النفط العالمي ارتفع. المره الماضيه رفعته الكهرباء، والمره الماضيه رفعته شو اسمه هذول الانترنت. يعني يقول لك هذول كماليات شلون ما كان، يعني بالنسبه للانترنت، اما كهرباء اساسيه. الخبز هسه بده يرتفع اساسي كمان. يعني شو بدها تساوي الناس؟ عندنا احنا مستوى دخل الفرد متدني جدا، ما في غير وزاره الدفاع ووزاره الداخليه اللي مقبوله رواتبهم صراحه، ومش كل الناس بالامن والشرطه. يعني بدها رأفة بحال المواطن. يعني الناس طالعة من حرب وطالعة من 55 60 سنة اللي قالها تهميش وأكالة هوا وديكتاتورية وولدت عن أبو الواحد. تيجي معه هسه بعد الحرية وبعد اللي قالها، ما دفع كل شيء الغالي والثمين دفع المواطن السوري، تيجي هسه ترتفع كمان عليه كل شيء. يعني بدها نظرة رأفة ورحمة بهالناس. الحكومة لازم تدير بالها على السوالف هاي مسألة هامة كثير هامة. لو في عندنا برلمان مثل الأوادم موجود، مباشرة بيطلع مندوب عن درعا، عن الشام، عن حمص، عن الدير، عن غيره، بيقول يا أخي ما بصير هذا الحكي، وبتصوت عليه رفعوا ما رفعوا والسوالف هاي. أما هسه برلمان ما في، عم نرتفع وشفافية، بدنا شفافية، شوية شفافية يا أخي. مليون مرة صرنا قايلين احنا مع سوريا يا عمي، ولكن اللي عم بتساوي الحكومة شيء بيقرف صراحة. إلها شغلات، يعني في شغلات مشرفة وشي شغلات متعبة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجبر على الناس. السلام عليكم.